موضوعنا اليوم باش نحكيو فيه على مستقبل المسرح والفن، وأي حاجة أرتستيك في تونس، هل هي ناجحة ولا لا؟ منين جاتني الفكرة توا إني باش نعمل الفيديو هذا، كنت في الفيسبوك كيما الناس الكل قاعد يعني في اللاكو بالزهر عرضني يعني فما فنان مسرحي أو ممثل مهبط بوست إنه يلوج على خدمة صاروا كذا. يعني برشا ممثلين وبرشا أشخاص يعني ما عاش عندهم مستقبل في المجال هذا، خاصة في تونس، إنه تكب ساعده. جربت الحاجة دي نحكي لكم يعني من تجربة إنك باش تولي ممثل ولا باش تولي مغني وطموح وكذا، ولات الحكاية بزنس. عندك شوية فلوس، عندك فلوس أكيد إنك باش يعني مصورين وكذا وكل شيء، تخسر على الكليب نتاعك وتعمل فيه عفسات وكذا، على الأقل توصل تعمل حاجة مزيانة. أما إنك باش تقعد تعمل فيه بغرام، أوكي غرام باهي، أما باش توصل فترة يعني باش تراجع روحك تقول أنا عطيت برشا وقت لكن الحاجة دي ما عجبتنيش، باش تحس روحك مظلوم وقاعد تعطي فيه مجهود. هذاك علاش أنا الفيديو هذايا حبيت إني نقول راهو إنه مجالات الفن في تونس راهي ما تدخلش فلوس، أما عندي حلول إنها تنجم تعاونكم إنهم على الأقل باش تلقاو القيمة متاعكم وتلقاو يعني المجهود اللي إنكم تعملوا فيه في الدومين هذا بصفة عامة. أول حاجة بغيت نقترحها إنه الميديا مثال كيما الانستغرام، اليوتيوب، تيك توك، الحاجات هاذو، إنه تنجم توري يعني اللي قاعد تخدم فيه مسرح كذا لروحك، يعني حتى كي باش تدخل فلوس واش عيطلك كونتاكتيك شركة ولا حتى انتي كي باش تعمل حاجة. يعني برشا بداو عادي كيما علاء إيالي، كيما برشا مغنيين بداو يعني من الميديا وما داز معاهم حتى واحد. كان باش تعمل حاجات مغرام طور سكيلز نتاعك، أما راهو معناها ماكش باش تربح منهم شيء. عملتيلي وقعدت تعطي فيه برشا انرجي، وساعات حتى اللي تخدم معاهم يكونوا معناها مش في مستواه. وهذا هو اللي حبيت يعني نحكيه يعني الفيديو هذا الكل. ارتستيك حاجة مزيانة وإذا بي أي واحد معناها يخدم فيه يكون ديما فما خدمة وكل شيء، لكن في تونس ديما حتى اللي يخدم في خدمة عادية تحسه بطال، تلقاه يخدم في شركة تحسه بطال. دونك كونكليزيون باش مطولهوش الفيديو، حبيب جايز تبروفيتي في حاجات ما أهم حاجة تجيب لك أكثر ماديات، ومن بعد هذيك خليها في وقت فراغ على الآخر، وأوبورتونيتي في وقت الفراغ بطبيعة حاول إنك تبروفيتي. أما إنك باش تحطها هي الباز وهي كل شيء، أوكي فما ناس راهي تنجح أما بنسب ضئيلة جدا. خليك واقعي وخليك يعني ذكي، ما تضيعش وقتك يعني في أوكي ضيع وقتك في وقت فراغ، أما في الوقت العادي ما تضيعش وقتك. هذا هو اللي حبيت أوصله. خلينا رأيكم ووجهة نظركم في التعليقات.